بقالي كتير مركبتش المترو، فقلنا نعمل لكم تجربة حلوة. المترو في أوقات بيبقى زحمة جدا على خط وخط تاني. الصبح الرايح وسط البلد بيبقى زحمة، واللي راجع من وسط البلد على الخط بتاع حلوان أو المرج بيبقى رايق. يعني انت وفي وسط البلد وراجع ده بتبقى رايق. لو انت بقى في العكس بالليل بيبقى كلام معكوس تماما. بالليل بيبقى اللي راجع من وسط البلد هو اللي زحمه. فيعني دي خبرتنا في المترو بصراحة. وطبعا بقى بنلاقي العربيات القريبة من الخطوط بتاعتنا اللي هي ايه، اللي هي أماكن الخروج اللي بتتوزع. كل 4 دقايق يبقى في مترو، شيء بيبقى كويس بصراحة. دي محطة مشية الصدر، محطة مركزية يعتبر فيها جامعة عين شمس، وتبقى شيء قريب من الجامعة، وأغلبية الناس بتخش فيها. بتبقى من المحطات الزحمة، في بعض المحطات ما بتبقاش زحمة. أماكن كثافة سكانية قليلة أو أماكن تغطية المواصلات العامة بتبقى فيها أكتر بكتير. المترو بينجز والمترو سريع، وبس ساعات المواصلات بتبقى أقرب للأماكن اللي أنت رايح لها. تابعونا دايما ونعمل لكم حاجة من جوه بقى. اوكي، كل سنه وانتم طيبين، وبعد عليكم الايام بالخير يا رب. تمام. طبعا المترو بيبقى كويس وبيبقى شيء سريع، وبيبقى فيه وضع حتى لو واقف او قاعد بيبقى المسافه بتبقى قليله، لان ما بين محطه والمحطه بيلعب في حوالي 5 دقايق او 7 دقايق على حسب المحطه. ففي الاجمال لو انت رايح المعادي مثلا من حلوان، لو انت رايح من حلوان للمرج الخط كامل او العكس، مترو بيكون خيار انسب بالنسبه لك واسرع. ف طبعا مكيف في الصيف، فتبقى الدنيا كويسه. اهو ده اللي جاي بقى، ده اللي جاي من المرج ورايح على وسط البلد او من المرج لحد حلوان. بس غالبا في المحطات الرئيسيه رمسيس، التحرير، الاسعاف بيبقى زحمه. العكس هو الصحيح، اللي جاي من وسط البلد دلوقتي ان شاء الله هيبقى رايق. انا سامحوني ما عرفتش اخش رايق. فيا مساعد المترو فيها تجربه لطيفه، تجربه حلوه، بالذات على سطح الارض، يعني بالذات المناطق المكشوفه بيديك فرايتي، بيديك تنوع حلو قوي، بالذات لما يكون في اماكن خضره او الكلام ده. ف يعني شويه شويه كانت لكم تجربتنا في كل حاجه. اي اسئله اسالوها في الكومنتات، وتابعونا دايما لكل جديد.